السلام عليكم الدراري والبنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. رمضان مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحة والسلامة وراحة البال ان شاء الله، وكاع داكشي اللي تتمناو في الحياة ديالكم قولوا امين. على بركة الله نبداو في واحد الموضوع ديالنا اللي غادي يكون شي شوية مشتت، ولكن غادي نتحاوروا شي شوية وصافي. غادي نحاولوا نهضروا شي شوية على التشافي، لان اي حاجة في هذه الحياة هذه كتبدا بالتشافي. الا ما تشافيناش ما غاديش نقدروا نرفعوا الوعي ديالنا، الا ما تشافيناش ما غاديش نوصلوا للسعاده، لان الجروح والالام كتحجب علينا النور، كتحجب علينا السعاده. اول نقطه خاصكم تفهموها وخاصكم تسمعوها مزيان هي الصدمات ما كتجيناش على حساب التجارب، ولكن كتجينا على حساب القصه والمعتقدات اللي خلفتها هذه التجارب. شنو كنعنيو بهذا الشيء؟ حنا كيتصحاب لينا مثلا ان الصدمه هي انني مثلا انا تصدمت حيت بابا ضربني، او انا تصدمت حيت ماما ضرباتني، او حيت والديا خلاوني، او الاهل ديالي ما تيحبونيش. لا، ماشي الموقف اللي تيدير لك الصدمه، ولكن الاستيعاب ديالك لهذا الموقف والاستيعاب ديالك لهذا الحدث اللي طرا لك، والمعتقدات والافكار والقصه اللي تبنيتيها على داك الشيء هو اللي تتسبب لك في الصدمه. يعني ما كيصدمكش الموقف، ولكن كيصدموك المعتقدات اللي انت حاط على داك الموقف. مثلا شخص نرجسي وشخص متعاطف عندهم نفس الطفولة ونفس التجارب، ولكن المتعاطف اختار أنه يكون محب ويتعاطف مع الآخرين، ولكن النرجسي اختار راسه وتيختار يغذي الألم ديالو ويستغل الناس ويعيشهم نفس الألم اللي عاشه هو. وفي نهاية المطاف التشافي ليست صدفة، ولكن هو اختيار وقرار، وهذه اللي خصكم تفهموا. التشافي هو قرار واختيار، ماشي واحد الحاجة كطرا صدفة. احنا كنحطوا النية باش نتشافاو، اي شخص بغى يتشافى غادي يتشافى، وهذا الشيء هذا اللي صعيب يستوعبوا الانسان. خاصكم غير تحلوا دماغكم مزيان وما تلوموش التجارب ديال الطفوله ديالكم. ما تلومش الا انت عايش علاقه فاشله، ما خصكش تلوم. كما بغاو يكون الوضع ديالك حاليا ما خاصكش تلوم التجارب السابقه ديالك وديال الطفوله ديالك. ما تخليش التجارب ديال الطفوله ديالك بحال واحد السور كتكا عليه، حتى لين غادي تبقى تلوم في الخارج. تيجوني بزاف ديال الميساجات كيفاش اخويا نتشافاو، كيفاش نتحرروا، كيفاش واخ. اول خطوه ديال التشافي هي التحمل المسؤوليه. ما تعلقش الفشل ديالك على الظروف، خاصك تعترف وتواجه مهما كان المشكل اللي طراك، وخاصك تحمل كاع المشاكل ديالك بالتفاصيل ديالها. اللي طرا في الطفوله طرا، ولكن ابتداء من اليوم انا اللي تنقرر وانا المسؤول الوحيد. بزاف الناس ما غاديش يعجبهم دابا هذا الكلام هذا. علاش؟ حيت هما ولفوا تيعيشوا بدور الضحيه. الا ما وصلتيش للمرحله انت تقول انا المسؤول على حياتي، فانت مازال بعيد على التشافي. خصكم تحطوا النيه في هذا الشهر هذا الكريم ديال تحمل المسؤوليه. البكاء والشكا والحقد ما غاديش يشافيك. علاش كنقولوا اول خطوه للتشافي هي التحمل المسؤوليه؟ لانك مستحيل تلقى الحل للمشكل اللي عندك انطلاقا من نفس الوعي اللي خلق داك المشكل. ما يمكنش نلقاو الحلول للمشاكل ديالنا بنفس الوعي وبنفس العقليه اللي صنعت المشكل. الوعي اللي خلق المشكل مستحيل يلقى لك الحل. الا كان وعي الضحيه هو السبب ديال المشكل، فما غاديش يكون وعي الضحيه هو الحل. انت دابا وليتي كبير وخاصك تفيق وتنفض داك الغبار ديال دوك الذكريات وتغير راسك، وتفكر ان اول خطوه هي التحمل المسؤوليه. ولكن للاسف الاغلبيه ديال الناس مازال عايشين دور الضحيه، ومازالين في المرحله ديال البكاء والشكا، وهذه عده سنوات. شنو تيقول علم النفس في هذا الشيء؟ تيقول لك الا وقع لك واحد المشكل وداز على هذا المشكل هذا او هذه الحادثه هذه مده 8 شهور وانت مازال كتفكر فيها، انت هنايا شنو تدير؟ هنايا كتزيد في المخاطر بالاصابه بالسكري وبالضغط والاكتئاب والتوتر والقلق. يعني كل نهار الجسد ديالك والنفسيه ديالك عايشين هذه الحاله هذه في التاهب، كانك غادي تموت في اي لحظه. التفكير ديالك في الماضي بالنسبه للعقل الباطني، واصلا العقل الباطني ما تيفرقش ما بين الماضي والحاضر. فاش كتجلس وكتبقى تفكر في المعاناه هو كيفهم انك مازال عايش ديك الحاله حاليا، فالعقل ديالك تيعطي اشاره لكاع الجسم تيقول له حنا راه تنتعرضوا للخطر. شنو تيطرا هنايا؟ قلبك تيتشد، تيبدا تيضرب بزاف،
كتولي كتضرك المعده، كل شيء كيتاثر سلبا. شنو هي الاستفاده من الاسترجاع ديال الذكريات ديال الماضي؟ ولا شيء، ما غادي يتبدل والو. دابا السؤال المهم هو كيفاش نتشافى؟ التشافي اما كيكون بطريقه تلقائيه وعفويه، او بالطريقه الثانيه هي انك تقلب على واحد المختص يعاونك. ولكن الاغلبيه شنو تيديروا وعلاش كيتعطلوا في التشافي؟ فاش كيكون الانسان متصل بالطبيعه ديالو بالفطره السليمه غادي يقدر يوصل للتشافي الذاتي. ولكن شكون الحاجه اللي كتعطلو واحد شي شويه هو فاش كتمشي وكتقلب على التسريع ديال عمليه العلاج بدون وعي كافي للخطوات الصحيحه. هنا بحال كتخوي الماء في الرمله، لانكم كتمشيو كتحلوا واحد الجروح وانتم ما عندكمش الاليات ديال الاقفال ديالها. كتولي غير تسمع جلسات التحرر، استرجاع الذكريات. واخا سيدي انت طلعتي كاع ديك الجروح، وكيفاش غادي تقفلهم دابا؟ كتمشي وكتقلب وكتفتح الجروح وانت ما عندكش القدره الكافيه باش تسدها، وهذا الشيء هذا غلط. انت تقدر توصل للتشافي الذاتي ولكن ما تمشيش تفتح الجروح عمدا. هنا غادي نرجعوا لواحد المعلومه راه كنت قلتها قبل، هو فاش كتمشي وكتقلب على الجديد ديال المعلومه هذا غير الايغو. الايغو هو اللي تيبغي يعرف كل شيء وما تيدير حتى شي حاجه. اصلا المعلومه ديالك عندك انت لداخل، خاصك غير تفكرها. وباش غادي تفكر هذه المعلومه هذه كما قلنا خاصك تتحمل المسؤوليه وتكون عندك النيه انك باغي تشافى. شحال من واحد دابا هادشي تيجيه صعيب، تيتصحابوا راه كاين شي سر. والله الاخوان ما كاين شي سر. انا دابا راه تيجوني بزاف ديال الميساجات تيدخل عندي شحال من واحد تيقول لك اخويا ايوب الله يسهل عليك كاع فقلنا منين تجيب هاد المعلومات هادو، انا بغيت نتعلم وانا بغيت نعرف هاد الشيء هذا وكيفاش وعلاش وفين تعلمتي هاد الشيء. كنولي تنتعجب انا بعض المرات تنقول ويلي واش بصح هاد الشيء هذا صعيب لهاد الدرجه هادي. ولكن اللي اكتشفت انا مع الوقت هو الحاجه اللي نفعتني انا في حياتي هي النهار امنت انني انا المسؤول على الحياه ديالي من الاخر. هذا هو السر، ياك بغيتو السر هذا هو السر. والله العظيم الا امنتي انك انت المسؤول على حياتك، مثلا انا ما عنديش الفلوس، انا فقير وما مرتاحش وما عجبانيش الحياه، راه انا المسؤول. علاش كاين واحد مرتاح وكل شيء عنده؟ دونك انا شي حاجه عندي غلط في الحياه، شي حاجه انا ما فاهمهاش. شنو هي هذه الحاجه هذه اللي ما كنتش عارف؟ هي انني انا اللي تنخلق الواقع ديالي وانا المسؤول عليه. ان فوا تامن بهذا المبدا هذا والله العظيم الا ربي تيبين لك الطريق وتتمشي في الحياه ديالك. انت ما باغيش تعترف صاحبي وانت كل شيء ضدك وكل شيء ظالمك وما عندكش الزهر، والدوله اللي جيتي فيها خايبه وعايش دور الضحيه حتى الله تيخليك. ولكن نهار كتقول حبس بصح راه نقدر نكون انا اللي غلط، راه بصح انا المسؤول، هنا الله سبحانه وتعالى تيولي تيبين لك الطريق وتيبين لك الخلل فين كاين باش كتمشي كتصلحو. يعني انا هذا المبدا هذا تنآمن به، انا السبب في اي حاجه كطرى ليا. دونك نحاول نبدل القصه ديالي وندير سيناريو جديد ونمشي في الحياه. ثاني حاجه اللي نفعتني بزاف في الحياه هي وقفت واحد الوقفه مع راسي ووقفه صادقه. هاد الاسطوره ديالها كنت عاودتها واقيلا في شي فيديو. كنت خدام في واحد الشركه وما حاملش راسي ومخنوق بحال اي شاب، الصالير ما كافيش، بحال كتخلص الكرا ديالك، الماء كتاكل تشرب، هادشي اللي كاين، ما كاينش شي حاجه زايده، ما كايناش. المهم وانا وعندي بزاف ديال الاهداف وباغي ندير وباغي نفعل وتنشوف راسي غادي في واحد الطريق اللي مسدوده. المهم العذاب الالم. مع الوقت وانا خدام وقع واحد المشكل عائلي، وهذا المشكل هذا كان شويه قاسح وكليت فيه العصا مزيان. والمشكل اللي كان هو كان مشكل مادي، وانا براسي محنسر بحال كنت هز واحد الحجره كبيره فوق ظهري وزدت هزيت حجره اخرى عاوتاني كبر منها، وانا ندخل عاوتاني في واحد الدوامه اخرى. خدام ومحنسر ومكتئب وما عجبنيش الحال. تنجي تنفكر في الحل، والو ما كاينش الحل. كتعيا ما تفكر، كنبغي نشوف واش كاين شي مخرج، والو ما كاينش المخرج. هنا بديت تنشوف حتى صافي هزيت يدي وقلت اللي بغى يطرى وانا نخرج من الخدمه. وخرجت في واحد الوقيته اللي واخا هكا كنت محتاج لديك الخدمه، ولكن صافي قلت حبس. الكون ما واقفش عليا، عائلتي ما واقفينش عليا انا لهاد الدرجه هذه باش نعذب راسي ونتقاتل. صافي رخيت الحبل كما تنقولوا، واخا كانت قاصحه ولكن خرجت وجلست مع راساتي، لا خدمه لا ردمه، حياتي حبستها. بغيت نشوف شنو غادي يقدر يوقع كاع لي نفرض. وكانوا تيجيوني خدامين مزيانين واخا تجيني خدمه بصالير زوين والو.
الروح ديالي ما كانتش باغيه تخدم، ما بغاتش تصرت لي هذه القضيه هذه نتاع انني نخدم مع شي واحد والو. بقيت جالس كنبحث تنقلب تنطور من راسي وفي نفس الوقت واخا محنسر، حتى وصلت لديك المرحله كما تنقولوا ديال التسليم. صافي قلت اللي بغى يطرا يطرا، ما انا ما غادي نتدخل في حتى شي حاجه، اللي بغى يطرا يطرا. قلت اجي نجلس نشوف انا شنو تنعرف وشنو خاصني ندير. وهاد الوقفه هذه اللي وقفت مع راسي والله العظيم الخوت اللي نفعتني بزاف في حياتي، ما عمري غادي ندم عليها. شحال من واحد في الحياه كيبقى غير تيجري على والو، تيخدم وتيعاود يجري وهو ما عارفش علاش كيجري. وفاش كتبقى المشكله غير كتجري صعيب باش تعرف شكون انت، وصعيب تعرف شنو باغي. ولكن احسن حاجه يقدر يديرها الانسان في هذه الحياه هذه هي يوقف شويه مع راسو، يدير بوز لحياته غير واحد شي شويه ويشوف حياته فين غاديه. حنا تربينا في واحد المجتمع كتشوف كلشي تيجري بحال غادي تفوتك شي حاجه، كلشي زربان وحتى حاجه ما غادي تفوتك الا غير جلستي مع راسك وسولتي راسك انا شنو باغي، واش مرتاح، واش كتولي انت هنايا اللي كتخطط لحياتك، انت كتختار كيفاش تعيش. وشنو بغيت نوصل لكم الاخوان من هذا الشيء كامل؟ اللي بغيت نوصل لك هو انك تقدر تخرج من ديك الازمات اللي انت فيها، وتقدر تخرج من ديك التجربه اللي ما عاجبكش. وانا هادشي اللي تنقول لك عن التجربه ديالي، دازت علينا مزيان وكلينا العصا مزيان وكنا حاقدين على الحياه، ولكن هادشي هذا اللي تنبارطاجي معاك وهاد المعلومات هادو انا نقدوني والله العظيم الا تنقدت كنت ضايع. ولكن دابا الحمد لله كنحمد الله ونشكره، مرتاح. ما بقيت زعما تنعرف شنو هو الستريس ولا الضغط ولا ما بقاش عندي هاد الامور هادي، ما عندناش وما خصناش. ولكن الحمد لله مرتاح وغادي في الحياه ومكمل وخدام وبخير ومستمتع في الحياه. ولكن هاد الشيء كامل بدا نهار انا بغيت، ماشي الزهار ولا الصدفه، لا، انا قررت نبدل القصه، والقصه كتبدل وتنشوفها قدامي كتبدل. ولكن غادي يجي مثلا نعاود لك على حياتي كيفاش كانت قبل، غادي نبقى فيك. وحتى انت دابا اللي كتسمعني الا كنتي بصح باغي تشافى وتغير، خاصك غير تامن والله العظيم حتى تبان لك الطريق. كلشي تيفوت، غير ما ترفضش ديك التجربه ديالك وسير مع الموجه ورخيها وما تبقاش مزير راسك. والله ربي حتى يسهل عليك، ما حدك مزير مع الوقت حتى الحياه كتزير معك. خاصك تعرف انت شنو باغي ودير داك الشيء اللي انت باغي، ما تسمع لحتى شي واحد وما تسمح لحتى شي واحد يقرر بلاصتك. حياتك انت اللي كتعيشها، انت اللي خاصك تقرر شنو دير. الاغلبيه ديال الناس اللي ما مرتاحينش في حياتهم للاسف الا جاو يقلبوا غادي يلقاو راسهم تيديروا واحد الحوايج هما ما باغيينهمش. تخيل معايا دابا تعيش حياتك كامله وانت كدير واحد الحاجه ما مرتاحش فيها وكتحسر. اللهم نحبس ونوقف مع راسي ونشوف انا شنو باغي، وغادي ناكل العصا ولكن عادي، وغادي نتحنسر ولكن هانيه. نتحنسر واحد المده قصيره ومن بعد نلقى راسي، ولا نبقى حابس راسي في واحد الحاجه ما باغيهاش حياتي كامله وتنبقى في المعاناه. خرجنا على الموضوع ديالنا، ولكن هاد الهضره هادي كان خاص ضروري تقال الخوت. كملوا في الموضوع ديالنا بالزربه. دونك باش نعرف انا الصدمه اللي عندي وباش نتشافى من هاد التجارب هادو، التجارب غادي ترد البال للتجارب اللي كتكرر عندك بزاف. هذه ساهله، اي حاجه كتكرر عندك بزاف تما عندك الصدمه. هنا دابا غادي ندوزو للتشافي الذاتي. شنو هو هذا التشافي الذاتي؟ هو انني بلا ما نمشي نقلب ونباش ونمشي وندير تنظيفات وجلسات والروينه الكحله، التشافي الذاتي هو تنجلس وكنتعامل مع دوك الصفحات اللي تيتحلوا قدامي وتنجلس معاها الارض وما تنرفضهاش. يعني خاصك تجلس مع راسك وتواجه. شحال من واحد تيقول لي انا اخويا ايوب راه ما تنقدرش، راه تيجيني الملل وكذا وتيجيوني افكار خايبين مع الوقت. ولكن اللي ما عرفش انت هو ان هذاك الملل مهم بزاف. فاش كتوصل للملل والقنط وداك الفراغ، هاد الاشياء هذه مهمه بزاف. هذه مرحله مهمه وخاصك تدوزها وتيخصها غير واحد شويه ديال الصبر وتدوز. ولكن للاسف الاغلبيه ديال الناس تيوصلوا للملل تيرجعوا للور وما تيقدروش يكملوا. صافي هنا تيعاود يبدا عاوتاني نفس الفيلم عنده، حيت الملل هو الباب باش كتخرج. ولكن فاش كتوصل حتى للباب كتخاف وكترجع للور. وهذا هو المشكل اللي تيخلي الانسان عنده نفس المشكل كيتعاود وتيتعاود. المهم الاخوان، هذا الفيديو هذا كان شي شويه مرون، قلت داك الشيء اللي في قلبي، قبلوا علينا وصافي. واللي بغى ينضم معنا لواحد القناه خاصه ديال التليجرام بمناسبه هذا الشهر هذا ديال رمضان، غادي نديروا التخفيض ديال 40% من الثمن ديال الاشتراك. اصلا الثمن ديال الاشتراك كان بسيط بزاف
ولكن شحال من واحد تنحس به وتيصيفط ليا ميساج وكنحس به باغي يدخل معانا، ولكن الظروف ديالو ما تتسمحلوش وتيكون ما عندوش مسكين من الاخر. وانا حاس بكم حتى انا جربت الفقر المدقع، انك كتكون باغي واحد الحاجه وما عندكش الجهد ليها. دونك دابا في هذا الشهر هذا ديال رمضان ثمن الاشتراك راه بسيط بزاف الخوت، الانسان غير يدير واحد شويه ديال المجهود وتهلاو لي فراسكم.